السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ مسلوقة بفراخ حمراء. الفرختين اللهم صل على النبي، الواحدة كانت ب77. جبناهم طبعا ونضفناهم وغسلناهم كويس بالملح والليمون والدقيق، وكانوا في الفريزر أصلا وطلعناهم سيبناهم لما فكوا من التلج وكده وهنعملهم النهاردة. وده الرز اللي هنحشي بيه الفراخ. الرز دوت متنجي ومغسول، وخلطنا عليه بصل وعليه كمون وملح وفلفل وقلبناه في بعضه. ده هنحشي بيه الفراخ. ومعانا هنا بسلة خضراء على جزر، ودي بطاطس هنحطها على البسلة لما تستوي. ودي الطماطم معانا كانت في الفريزر طبعا طلعناها. دي البصلة والسمنة بنشوحها كده للبسلة. ومعانا هنا المية اللي هنسلق فيها الفراخ، فيها بصل وورق لورا وحبهان، ولما نصلي على النبي الدهون اللي هي بتطلع من الفراخ بنحطها في المية كده، بتخلي المية لونها كده كله يعني بتدي طعم حلو للشوربة وكده. وهنسيبها لما تغلي وهنحشي الفراخ ونحطها فيها. دلوقتي البصلة ما بنسيبهاش تحمر عشان بنحط عليها البسلة وتستوي فيها مع البصلة تتشوح. نفضل نقلب فيها ونغطي عليها ونسيبها تاخد يعني حوالي 10 دقايق كده تستوي نص سوا في السمنة والبصل. وبعد كده بننزل عليها بالطماطم. ودلوقتي بنحشي الفراخ، نحط الرز كده في الفرخة وبنسيب فراغ، يعني ايه الايد تبقى داخله كده معديه، عشان بحيث لما الرز يستوي ما يبقاش الفرخه مزحومه وكده وتتفرتك والرز ينزل منها في الشوربه. وهنمسك الفتحات اللي هي في الجنب دي اللي بتبقى بنخلي الجلد من حوالين الورك وكده، وبعد كده بنحشيه برضو رز بيستوي وبيبقى جميل. خليكم معايا لما نوريكم هنحط الفراخ ازاي في الحله. ودي الفراخ بعد ما حشيناها وغسلناها تاني من بره عشان ما يبقاش عليها رز ولا كده، هناخدها وننزل بيها في الميه. الميه هي بتفور. نسيبها بقى تستوي براحتها وهتغلي مع نفسها وتستوي. خليكم معايا ما نكمل الاكل واوريكم في الاخر. دي البسله لسه شغاله مع السمنه بتتشوح مع السمنه والبصل. دلوقتي هننزل عليها بالطماطم، هي خلاص خدت نص سوا كده. هننزل عليها بالطماطم ونسيبها تتسبك مع بعضيها، ولما تستوي كده بنروح نازلين عليها بالبطاطس ونحط الملح بتاعها. وخليكم معايا للاخر. ودلوقتي البسله اتسبكت معانا اهي واستوت مع الجزر. هننزل عليها بالبطاطس ونقلبهم مع بعض. هتاخد فوره حوالي 10 دقايق وحطينا لها الملح وكده، وما بتاخدش وقت بعد ما استوت وكده، والبطاطس ما بتاخدش وقت في التسويه. ومعانا الفراخ اهي بتستوي شغاله لسه في الشوربه بتغلي اهي. لما تستوي خليكم معايا وهوريكم في الاخر الاكل شكله ازاي. ودلوقتي هنعمل شويه لسان عصفور مع بعض. حطينا شويه زيت كده في الحله. هننزل بلسان عصفور حسب ما انت عايزه تعملي نص الكيس ربع الكيس حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها. نفضل نقلب فيه لحد ما يتحمر، وبنحط عليه شوربه من بتاعه الفراخ اللي احنا بنسويها. وبعدين لسان العصفور ده عشان ما يبوظش منك كل ما بدك تسخنيه وتغليه وتلاقيه بيفرش كده ويبقى معجون في الشوربه. بتحمريه اكتر يعني بتخليه احمر، بتحمريه اكتر مع الزيت. بتسويه يعني على الاخر، بتحمريه على الاخر بتخليه احمر غامق كده مدي على البني. بيفضل معاكي الحبايه ماسكه بعضيها، ما بيفرش ولا بيبقى شكله سايح ابدا. وكده يبقى لسان العصفور باللون ده اهو، لون احمر داخل على البني. هناخد شوربه من الحله هنا
تحطي الشوربه اللي انت عايزاها، بياخد فوره واحده مع الشوربه، وبعد كده بتنزليه وهو بيكمل السوا بتاعه على السخونيه بتاعه الشوربه. خليكي معانا وفي الاخر هنوريك الفراخ بتاعتنا استوت اهي مستويه طريه وجميله. دلوقتي هنحمرها. الشوربه اهي، الشوربه شوف كلها دهون من الفراخ. الشوربه دي طبعا هنسيبها لما تبرد، وهنعبيها في اكياس ونحطها في الفريزر عشان نستفيد منها. نعمل منها ملوخيه ناشفه، نعمل منها ملوخيه خضراء، نعمل بها محشي، نحطها على اي طبيخ. الشوربه يعني اي حبه شوربه عندك ما ترميهمش خساره، لازم تستفيدي بيهم. هنحمر في الفراخ، خليكم معانا اما نوريكم الفراخ شكلها ايه في الآخر. وكده خلصنا الاكل معاكم. ده رز محمرينه حبه بحبه، طبعا انتوا عارفينه. ودي لسان العصفور اللي احنا عملناه، اوريهولكم ثانيه واحده. شفتوا لما بيبقى متحمر كده بيفضل متماسك مع بعضه وما بيسحش، حتى لو سخنتيه بدل مرة 2 و3. ودي البسلة اللي احنا عملناها، ودي الفراخ بعد ما سلقناها وحمرناها. ممكن تدهنيها صلصة وتحطها في الفرن، بس الفرن صراحة مش شغال عندي النهاردة. ممكن تحمرها في الزيت عادي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.